هنعرف في الفيديو ده يعني ايه نسح جوفي، وايه هي طرق نسح المياه الجوفية، وايه هي العوامل اللي بيتوقف عليها كل طريقة. وهنتعمق أكتر في طريقة الآبار العميقة، ونعرف ايه هي أدوات ومراحل حفر الآبار العميقة طبقا لاشتراطات الكود المصري. كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده، فيلا بينا. زي ما عرفنا قبل كده إن من أهم مراحل إنشاء خطوط الصرف هي مرحلة تجفيف التربة، اللي بتتوقف على تقرير التربة اللي بيوضح لنا منسوب المياه الجوفية فين، وبناء عليه بنبدأ نحدد الطرق التجفيف اللي هنستخدمها. طيب خلينا الأول نعرف يعني إيه نسح جوفي أو الدي ووترنج. يعني إيه؟ عملية النسح الجوفي هي عملية تخفيض المياه الجوفية باستخدام الطرق المناسبة لإمكانية إجراء أعمال الحفر والتركيب، سواء لخطوط الصرف أو للأعمال الإنشائية، مع مراعاة المحافظة على سلامة المنشآت المجاورة. طب إيه هي طرق نسح المياه الجوفية، وهي العوامل اللي بتوقف عليها كل طريقة؟ من الطرق الشائعة لعملية النسح الجوفي ثلاث طرق. أول طريقة هي طريقة النسح السطحي السيرفيس دي ووترنج، وهي بتكون من أبسط طرق النسح الجوفي وأقلها تكلفة، وتتلخص في إن إحنا بنختار أوطى نقطة في منطقة المشروع لوضع طلمبة النسح اللي هي غطاسة الرف، بحيث إن الماء تتجمع في النقطة ديت مع مراعاة عمل فلتر من الرمل والسن. الهدف من الفلتر ده عدم حدوث خلخلة للتربة للمحافظة على السلامة الإنشائية للمباني المجاورة. بنستخدم الطريقة ديت في حالة إن منسوب المياه الجوفية قريب من سطح الأرض في حدود 3 متر. تاني طريقة هي طريقة الآبار الإبرية والبوينت سيستم. الطريقة ديت بيتم إحاطة جانب أو جانبي الحفر بمجموعة من المواسير تسمى الحرب، وتوضع على مسافات مناسبة، وتكون متصلة من الأعلى بخط تجميع فرعي أفقي، ويتم ربط الخطوط الفرعية ديت بخطوط رئيسية متصلة بالمضخات التي تقوم بسحب المياه والتخلص منها لأقرب مصرف أو مطبع صرف ساحل. والحربة عبارة عن ماسورة اسطوانية الشكل قطر 2 بوصة، مزودة بفتحات صغيرة جدا تسمح بدخول الماء دون جزيئات التربة. بنستخدم الطريقة ديت في حالة إن منسوب المياه الجوفية كبير نسبيا حتى عمق 10 متر. تالت طريقة هي طريقة الآبار العميقة الديب ويلز، وبنستخدم الطريقة ديت في حالة إن عمق المياه الجوفية كبير، وفي حالة فشل الطريقتين اللي فاتوا في عملية التجفيف. وهو ده موضوع الفيديو بتاعنا. طيب تعالوا الأول قبل ما نعرف إيه هي آليات عمل الطريقة ديت، نعرف الأول مكونات أدوات الحفر. أول حاجة الرفعة أو الونش، وبتستخدم في عملية رفع وتنزيل سواء مواسير الكايسون أو مواسير الفلتر. تاني حاجة السيبيا أو أعمدة الساري، وبتكون عبارة عن 3 أعمدة من الستيل بيثبت بها من الأعلى البلانكو اللي هي البقرة، بتساعد في أعمال رفع وتنزيل المواسير سواء كايسون أو فلتر. تالت حاجة مواسير الفلتر أو مواسير البئر، تكون عبارة عن مواسير اسطوانية مجلفنة مزودة بفتحات صغيرة جدا لتسهيل دخول المياه الجوفية دون جزيئات التربة. رابع حاجة مواسير الكايسون أو مواسير الكفر، والهدف الأساسي منها حماية جدران البئر الداخلية من الانهيار لسهولة تنزيل مواسير الفلتر فيما بعد. ويراعى أن قطر مواسير الكايسون يزيد على الأقل 10 سم عن قطر مواسير الفلتر. خامس حاجة ماسورة البريمة، وبنستخدم في عملية الحفر الأولية في طبقات التربة الطينية المتماسكة. سادس حاجة ماسورة الدقاق، بتكون عبارة عن ماسورة اسطوانية من الحديد مزودة من الأسفل بأسنان مدببة لتفكيك التربة، وبها بلف يسمح بدخول ناتج الحفر اللي احنا بنسميه في الموقع الروبة، ولا يسمح بخروجه. تستخدم في عملية الحفر المتقدمة في طبقات الرمال المفككة نسبيا. سابع حاجة الطوب الخشبي أو الودن كولر، أو زي ما بنسميه في الموقع الكماشة، ويستخدم في إمساك المواسير لمنع سقوطها داخل البئر. بعد ما تعرفنا على مكونات أدوات الحفر، تعالوا نبدأ مراحل حفر الآبار العميقة بالطريقة اليدوية. أول حاجة بيتم عمل جثة استرشادية، والهدف الأساسي منها معرفة أماكن المرافق وكابلات الكهرباء والاتصالات لتجنب إتلافها. تاني مرحلة مرحلة الحفر بالبريمة، ويتم إنزال البريمة في الأرض، وبتكون متصلة من الأعلى بماسورة اسطوانية رئيسية من الحديد، يتم ربطها بماسورة اسطوانية أخرى تكون عمودية على ماسورة البريمة الرئيسية، ويتم الحفر عن طريق الدوران في حلقات حتى امتلاء البريمة بناتج الحفر. ثم يتم رفع ماسورة البريمة الرئيسية الأعلى باستخدام الونش المتصل بواير حديد معلق على البلانكو، ثم يتم تفريغ البريمة من ناتج الحفر، وإعادة الخطوة ديت مرة أخرى حتى الوصول للتربة الرملية أو الطبقات المفككة التي يصعب عمل البريمة فيها بسبب انهيار التربة باستمرار. ثالث مرحلة وهي مرحلة تغطية أو تغليف البئر من الداخل بمواسير الكايسون. بعد ما وصلنا لمنسوب التربة المفككة بنحتاج إن احنا نعمل كفر للبير بحيث إن هو يمنع انهيار التربة بداخل البير ويسهل عملية الوصول لمنسوب المياه الجوفية المطلوب. رابع مرحلة مرحلة استكمال عملية الحفر باستخدام ماسورة الدقاق. بعد ما سندنا جوانب البير باستخدام مواسير الكايسون، بيتم إنزال ماسورة الدقاق داخل مواسير الكايسون والاستعانة بالماء لتسهيل عملية الحفر أو أي مذيب تربة على حسب نوع التربة اللي أنت بتحفر فيها. بعد كده بيتم رفع ماسورة الدقاق لأعلى وإنزالها تحت تأثير وزنها، بحيث تسمح بدخول ناتج التربة من الرمال والطينة اللي هي الروبة، ولا يسمح بخروجها بسبب البلف. بعد امتلاء الدقاق من الداخل بناتج الحفر، بيتم رفعه للأعلى باستخدام الونش أو الرفعة، يتم تفريغه وتكرار الخطوة ديت مرة أخرى حتى الوصول لمنسوب المياه الجوفية المطلوبة. بس خد بالك من نقطة مهمة، مرحلة إنزال مواسير الكايسون بتتم بالتوازي مع مرحلة الحفر بالدقاق، بحيث إن كل ما بتحفر جزء بيتم كسوته بمواسير الكايسون عشان تمنع انهيار التربة داخل البير.
خامس مرحلة مرحلة إنزال مواسير الفلتر. بعد ما وصلنا لمنسوب المياه الجوفية المطلوبة وتم كسوة البئر بمواسير الكيسون، بنبدأ الأول ننزل في قاع البئر من تحت طبقة من المرشح الزلطي، وبتكون عبارة عن الرمل الحرش والسن، وسمك الطبقة ديت لا يقل عن 30 سنتي، والهدف منها حماية طلمبة السحب ومنع سحب جزيئات التربة لتجنب حدوث خلخلة في التربة. بعد كده بيتم كسوة مواسير الفلتر بشبكة من البلاستيك ذات ثقوب دقيقة جدا قطر 1 مللي لضمان عدم انسداد فتحات مواسير الفلتر، ويراعى ربطها جيدا بالماسورة. بعد كده بيتم إنزال ماسورة الفلتر داخل ماسورة الكيسون، ويراعى تزويد ماسورة الفلتر بزوايد على البدن الخارجي للماسورة بتسمى سبيسر لضمان نزولها في منتصف الكيسون تماما. بعد ما تم إنزال ماسورة الفلتر داخل ماسورة الكيسون، يتم ملء الفراغ بين الماسورتين بمرشح زلطي زي ما عرفنا عبارة عن رمل حرش وسن قطر حبيباته من 1 ل 4 ملم، ارتفاع 1 متر فوق الجزء المسقط. سادس مرحلة وهي مرحلة رفع مواسير الكيسون. بعد ما نزلنا خلاص مواسير الفلتر ونزلنا المرشح الزلطي، بنبدأ في عملية رفع مواسير الكيسون عشان نبدأ نشغل البير بتاعنا. سابع مرحلة وآخر مرحلة وهي مرحلة بدء عملية تجفيف التربة وسحب المياه الجوفية من البير. بيتم عن طريقه إن احنا بنبدأ ننزل غطاسة الرفع داخل ماسورة البير، وتتصل الغاطسة بخرطوم رأسي متصل بالماسورة المجمعة اللي بتاخد التصرفات كل الآبار ديت وتصرفها إلى أقرب مجرى مائي أو مطبق صرف صحي. نقدر نلخص الفيديو بتاعنا في 3 جزئيات رئيسية. عرفنا إن من طرق النسح الجوفي طريقة النسح السطحي وطريقة الآبار الإبرية وطريقة الآبار العميقة. عرفنا إن مكونات أدوات حفر الآبار العميقة باستخدام الطريقة اليدوية. أول حاجة الرفع، تاني حاجة السيبيا، تالت حاجة مواسير الفلتر، رابع حاجة مواسير الكيسون، خامس حاجة البريمة، سادس حاجة الدقاق، سابع حاجة الكماشة أو الطوق الخشبي. وعرفنا إن مراحل حفر الآبار العميقة بتتم على 7 مراحل رئيسية. أول حاجة مرحلة الجسة الاسترشادية، تاني حاجة مرحلة الحفر بالبريمة، تالت حاجة مرحلة تغليف البئر بمواسير الكيسون، رابع حاجة استكمال أعمال الحفر باستخدام الدقاق، خامس حاجة إنزال مواسير الفلتر، سادس حاجة رفع مواسير الكيسون، سابع وآخر حاجة بدء عملية تجفيف التربة وسحب المياه الجوفية من البير. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، واتشرفوا بمتابعتكم على قناة ايزي ليرنينج. سلام.